التشكيله المتوقعه للنادي الاهلي وما هو المطلوب من النادي الاهلي ان شاء الله عشان يفوز بهذا اللقاء ويتجنب المفاجات. يعني كنا بنتكلم من شويه كابتن على فكره الهجوم، الضغط العالي، الهجوم المبكر، تامين. يعني احنا فردنا بالصور، انا بالذات الجبهه اليمين للاهلي، الشمال مازيمبي. نعم. في التحولات انا بشوفها خطيره جدا. تيبي تراوري. نعم. بالتاكيد ابراهيم كيتا لعيب مهم جدا بالنسبه لهم، لكن زي ما قلنا هو الحل دفاعيا ضعيف جدا، فاتمنى نعم. الاهلي يستغل ده. طيب لما نروح للتشكيل، انا بشوف ان التشكيل اللي ممكن الاهلي يلعب بيه دي التشكيله اللي اختارها اسلام يا جماعه، الله وتوقعها اسلام. بالظبط. نعم. مصطفى شوبير في حراسه المرمى، على الشمال علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، محمد هاني. نعم. رباعي دفاعي عادي، كوكا. نعم. عمرو السوليه. ايوه. انا ما اعرفش امام عاشور الحاله الفنيه بس لا، انا ما متخيل ان أعتقدش انا متخيل ان عمرو السوليه اللي هيبدا مش امام ماشي. يعني. محمد مجدي قفشه. نعم. انا بشوف ان مباراه العوده دي محتاجه محمد مجدي قفشه. في الهجوم بيرسي تاو، وسام ابو علي، احمد عبد القادر. طيب يبقى ده تشكيله اختارها اسلام سامي لمباراه الاهلي اليوم مع فريق تبي مازيمبي الكونغولي، وكل التمنيات بالتوفيق للنادي الاهلي باذن الله، وريحنا بدري. المباراه دي عايزه تركيز 90 دقيقه والوقت بدل الضايع.